السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا مع يوميات شيري. فيديو النهارده بقى ان شاء الله الكبسة الفراخ في حلة واحدة. وصفة كده ايه سهلة وسريعة وبسيطة، مش بتاخد منك وقت خالص. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. هنجيب حلة على النار، نحط فيها معلقتين زبدة وننزل بالفراخ بتاعتنا. طبعا الفراخ هننقعيها كويس بملح وليمون وخل. هندي الفراخ تحميرة كده زي ما حضراتكم شايفين، تاخد اللون الجميل ده كده. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده تمام. نبدأ ان احنا نطلعها. هنكون مجهزين بصل مقطعينه رفيع خالص زي ما حضراتكم شايفين. هنديله تشويحة يا دوبك يدبل بس لونه يتغير. بعد كده هنحط عليه فصين توم. برضو الفصين التوم مش هي يا دوبك تشويحة. وهننزل بالبهارات الخشن اللي هو اللومي وورق لوري وحبهان وعود قرفة، وياخدوا تشويحة مع البصل والثوم. وبعد كده هننزل بالفراخ، وهنسيب الفراخ فيها تاكل من البصل بتاعها وتشرب من البصل. وهنبدأ نحط البهارات الناعم اللي هو عبارة عن كمون، فلفل اسمر، ملح، السبع بهارات، كزبرة، والمرقة اختياري، حابة تحطي حطي، مش حابة براحتك. وهنبدأ نقلبهم مع الفراخ. بعد المرحلة ديت احنا بنهدي النار على الفراخ عشان تشرب كويس من البصل والتتبيلة بتاعتها. ونبدأ ننزل بمعلقتين صلصة نشوحوا معاهم 10 دقايق. هنكون مجهزين بقى كوبايتين رز ان شاء الله، رز بسمتي منقوع مغسول منقوع لمدة ساعة. هننزل بقرنين شطة عليهم، شطة حراقة، وده اختياري، عايزة حراق حطي، مش عايزة براحتك، دي حاجة ترجع لراحتك انتي. بس هو الحرقان بتاعه يعني بيبقى بسيط. تمام. نقلبهم برضو، نسيبهم يشوحوا لهم 10 دقايق. ونكون مجهزين مية سخنة مقدار 3 كوبايات مية على الكوبايتين رز، على كوبايتين رز، عشان الرز يطلع معاكي حلو ومفلفل. هننزل بالمية بتاعتنا، هنسيب المية، هنغطي وهنسيب الفراخ فيها لمدة 10 دقايق يعني تستوي نص سوا، لان احنا هنكمل سواها مع الرز. وهنحط معلقة كركم، انا بحب احط الكركم في الشوربة احسن عشان تديك اللون اللي انت عايزاه، ما بحبش احطها مع البهارات الناعم. تمام زي الفل كده. هنسيبها تغلي. هننزل بقى بالرز المنقوع ونقلبه كويس ونغطيه ونسيبه لحد ما المية تعمل منه خالص، تتشربه خالص. وبعد كده نهدي. في المرحلة ديت ما ينفعش ان احنا نهدي فيها، لان الرز لسه فيه مية في الرز. نستنى لما الرز يشرب المية خالص وبعد كده نهدي عليه، لان لو سيبنا فيه مية وهدينا الرز بيعجن منا، الحباية مش بتطلع مفلفلة. يا سلام على الريحة، ريحة الكبسة حكاية. كده احنا خلصنا بألف هنا وشفا. يا ريت لو عجبكم الفيديو لايك وشير، جزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.